صباح سعيد أيها الإخوة في مختلف الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، الزملاء الصحفيين، بصفتي الشخصية وبصفة عضو المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وباسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية وطنيا، ولا أقول فرع المدينة بل وطنيا، نعبر عن تضامننا المطلق مع أخينا وزميلنا محمد مروان، وندين بشدة أسلوب البلطجة، الأسلوب الهمجي الوحشي الذي يستهدف الصحافة، الذي يستهدف الكلمة الحرة، الذي يستهدف كل الأصوات الشريفة المنددة بنهب المال العام، المنددة بالمفسدين ممن يعبثون بخيارات هذه المدينة. إن أسلوب البلطجة والهمجية والوحشية والضرب والعنف لن يقيف الأقلام النزيهة، لن يقيفها عن إبراز الحقيقة، عن فضح كل المتلاعبين، عن فضح كل أولئك الذين يستغلون مواقعهم للعبث بأموال المدينة. إن الذين يحتلون الملك العام والذين يعبثون بمالية الشعب ستتصدى لهم الصحافة وستفضحهم، وأن أي أسلوب لمنعهم بأي طريقة من الطرق لن تثنيهم عن قول الحقيقة مهما أدوا من ثمن. إن دورنا كصحفيين ليس مجرد أن نقدم أخبار هكذا، إن لنا دور أيضا من أن نبرز الحقيقة للشعب المغربي. إن من واجبنا أيضا أن نقدم له واحدا من الحقوق، ألا وهو الحق في المعلومة، الحق في أن يصل ما الذي يدور في مدينته. لذلك فعندما قام زميلنا محمد مروان بواجبه الإعلامي بفضح أولئك الذين يحتلون الملك العمومي بهذه المدينة التي أصبت بالأسف بأناس لا يقدرون المسؤولية، قدر على هذه المنطقة التي عاشت التهميش لسنوات ولعقود أن يسيطروا عليها من لا يقدر المسؤولية. لذلك فإننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية سنبقى صامدين مدافعين عن الحق في الكلمة، عن حرية التعبير، عن حرية الصحافة، ونقول لكل تلك الجهات التي تريد أن توقف الكلمة الحقيقية، أن توقف الصحافة، لا ثم لا، سنبقى صامدين مدافعين على الحق في المعلومة، وسندافع على كل من يريد أن يدفع بهذا الوطن إلى الأمام، وسنقف ضد بلطجية نهب المال العام. عاشت الصحافة، عاشت النقابة الوطنية للصحافة المغربية. شكرا لكم.